خامس أسلوب من أساليب الاستماع البطيئة اسمه الإنصات المرتكز على الذات. ده بيحصل إمتى؟ لما ما بنبقاش قادرين نحط نفسنا مكان الشخص اللي قدام وعايزين هو اللي يحط نفسه مكانه. هما ليه؟ فبنبتدي نسمع بقى كلام من نوعية أنا حاسس بالظبط أنت حاسس بإيه، أنا عارف بالظبط أنت حاسس بإيه. وهو في الحقيقة إحنا ما بنبقاش عارفين الشخص اللي قدامنا فعلا حاسس بإيه، إحنا بنبقى عارفين إحنا حاسين بإيه، فبنتخيل إن الشخص اللي قدامنا حاسس بالظبط بنفس إحساسنا، ودي مش حقيقة. يعني مثلا أما تروحي محل شنط فتجيلك واحدة كده تقولك قد إيه الشنطة دي حلوة وفظيعة، وهي قد إيه هي عجباها، بس هي مش عجباك، بس هي متخيلة إن هي لازم تكون عجباك زي ما هي عجباها. فلا، هو مش لازم نفس الإحساس نكون عند بعض. من هنا بنبتدي بقى إيه نعمل منافسات. فواحد يقول النهاردة أنا كان يومي وحش قوي، فالتاني يقول له لأ أنا بقى كان يومي أوحش منك، ولازم تعرف بقى وتسمع أنا كنت حاسس بيه. فاللي هو ليه؟ يعني ليه بنعلي على بعض؟